السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أفضل الخلق. النهاردة جاي لكم فيديو جديد. احنا النهاردة في العاصمة. هنعمل ايه؟ متحمسة أوي. طبعا يا جماعة بصوا دي نافورة. الله يا بابا سمك. بس ده برضو فيه سمك. الله نفسي اصطاد واحدة. واو شكله حلو قوي يا جماعة. تعالوا شوفوا المكان بجد هيعجبكم. دي اشتغلت. لو عايزين تعرفوا أسعار الأكل ده تابعونا لآخر الفيديو وانتوا تعرفوا أسعار الأكل دي ايه. بجد تفاحية. تعالي من هنا كده. احنا النهارده في اول مول بيفتح في العاصمة الإدارية. شكل المكان حلو قوي. شكل المكان حلو قوي. تفحة. ولقيت الطبطبة حتى هم تشبعي. ضحكتك فيها كهربا بكون زي واحد قديم. ولقيت الطبطبة حتى هم تشبعي. ضحكتك فيها كهربا بكون زي واحد قديم. ولقيت الطبطوبي. حلو قوي المول. واو بجد واو يا جماعة. هنا وطبعا اليوم النهارده كان حلو قوي. ايوه بقى ايه الجمدان ده. ينزل تعالوا نطلع. واو ده هذا مطعم ايه؟ ده مش مطعم حلويات ولا ايه؟ هو بيبيعوا؟ ماشي يا بابي. ده مطعم ايه؟ ايه؟ لسه مشتغلش ده. هم عملوه بس لسه مشتغلش. دي مكتبة ايه دي؟ مكتبة الكتب والحجارة كمان والدباسات. لسه ما فتحش الدور اللي فوق. ده ايه ده؟ ده مطعم ايه؟ ده ايه ده؟ ده بتاع خضرة ده. سوبر ماركت. تعالى ننزل. واو ده احنا بنبعد. هو بيتعمل ازاي المندي؟ طبعا هو بيجيبوه ويتبلوه ويدفنوه مع الفحم
وبقى لما يستوي يطلع وناكل بقى. بس ده ايه بقى؟ ده الفراخ دي الفرخة المندي. ده كلها وراك بس؟ انت شيف عامل ايه؟ تسلم ايدك. الله يسلمك الف يا باشا. ان شاء الله انا 21 سنه في السعوديه، مندي ومدفون وحنيز يعني حاجات حق الخليج، والحمد لله نستفيد خبره برضه من عم سمير صاحب المكان. ان شاء الله خير، متفائلين من ربنا خير باذن الله. ده لحم مندي معاه طبعا بطاطس وفلفل حار وكوسه وطماطم، يعني شرحتين بطاطس عشان ما يبوظش الشغلانه. ده طبعا رز مندي وزبيب وبطاطس محمر. ده كل الحاجه دي بالصلاه على النبي جايه من السعوديه. الدجاج بس مصري، وان شاء الله كل حاجه بتتطور وتبقى مصريه. دي جريش طبعا بيتعمل في السعوديه، وده قرصان لسان عصفور. ملوخيه دي طبعا انا عشان ما ابقاش كداب، الملوخيه والجريه والقرصان مصري اكيد، والشيف اللي عاملهم مصري، والسلطه برضه مصري. الشغل المصري والشغل الخليجي الله. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله، وده اول فرع لينا باذن الله على مستوى مصر كلها والسعوديه كلها. هيبقى الشيخ المندي هناك، وهنا مندي العاصمه باذن الله رب العالمين، هيبقى ترند ان شاء الله رب العالمين. وان شاء الله برضه لو في ذبايح جدي خروف اللي انت عايز تسويه جاهزين لاي حاجه. نتصل بكم ازاي؟ رقم التليفون يا باشا مع المستر اسلام، تحت امرك في اي حاجه، تجهيزات اللي انت عايزها، افراح لو 100 ذبيحه جاهزين. مش كلام فعلا. احنا النهارده في مطعم مندي العاصمة، أول مول يفتح في العاصمة، شركة بيراميس. ده الرز المندي، ودي الفراخ المندي، ودي الملوخية، وده لسان عصفور وسلطات بقى. طماطم حق. طماطم تفحت. يلا بقى اللسان عصفور. بصوا الجمال والحلاوة يا جماعة. خطيرة. بصوا المنظر دايبة يا جماعة. ده ايه ده؟ فراخ المندي. تفحت. دي لحمة مدفونة. طعمها ايه بقى؟ وما حلو أوي. تفحية بتدوب. طعمها حلو. لا بصراحة أنا عاجبني المطعم ده، القرصان. ايه دي؟ انا مش عارف اسمها ايه برضه. تفحية. تعالوا جربوا هنا، بجد هيعجبكم قوي. وكل الحاجة اللي هنا حبيتها الصراحة. لما تيجوا هيعجبكم قوي المكان. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أفضل الخلق. النهارده جاي لكم فيديو جديد. احنا النهارده في أول مول يفتح في العاصمة الإدارية. احنا جينا تاني في مطاعم كتيرة هنا قوي، فاحنا يا دوبك برضو هنجرب مطعم جديد في العاصمة. اللي ما صلاش على النبي صلى على النبي ويعمل لي متابعة، مش هيخسر حاجة. عامله ايه؟ سلمي. عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ كويسه؟ مبسوطه؟ ايه اكتر حاجه بسطتك بقى؟ رقصتي على النافوره؟ ماشي، شويه هشغل لك واحده كمان ترقصي عليها.
عاملة ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ تشتغل معانا في العقارات ولا تكملي زي ما انت؟ لا اشتغل. تشتغل معانا؟ طب بعيلي المحل ده يعني ايه مميزاته عشان اشتريه؟ يعني تقريبا ما بتاخدش راحتها غير معاك بس، لكن هي بتتكسف من اي حد تاني صح؟ ايه اكتر حاجة عجبتك في المول هنا؟ كله. اه مفيش ولا حاجة مش وحشة. طب احنا هيبقى لنا فرع في الدور التالت، لما تكبري تعالي اشتغلي معانا. لا اشتغل ايه بقى ان شاء الله؟ تشتغلي انت عايز تشتغلي ايه؟ طيارة؟ لا. مضيفة؟ لا. دكتورة؟ يس. انا الشيف نادر، الشيف العمومي لمطعم سباكيتي رانش اند لانش في العاصمة الإدارية. بنشتغل هنا الحمد لله، شغل كويس والمكان واخد براند عالي مع الشركات وسط المطاعم اللي احنا موجودين فيها. بنشتغل رانش اند مانش لأنواع الأسماك أو أنواع الفراخ اللي موجودة في المكان، الكونو، الستريبس، الفرايد تشيكن. اوكي. وبنشتغل الباستا طليانو، تيست ايطالي، وايت وريد. وبنشتغل البيتزا الايطالي بالكامل. احنا اسعارنا مش عالية برضو، ما بنعليش الكوست طول ما الاسعار اللي احنا بنشتري بيها الخامات كويسة. يعني انا عندي الستريبس 7 قطع ب 95 جنيه، عندي التسع قطع ب 145. البسطات على مختلف انواعها ما بتعلاش عن 120 جنيه. البيتزا بتبدأ عندي من 70 جنيه ل 140 جنيه برضو بالانواع المختلفة او الاطعام المختلفة اللي انا بقدم بيها الاكل. ده الفرع الثالث، عندنا فرع في التجمع الخامس وعندنا فرع في شيراتون المطار، وده الفرع الثالث للشركة نفسها برانش اند مانش سباكيتي. انا دي لي 12 يوم كده بالظبط. والله في الفترة الحالية في ايام بنشتغل فيها شوية، في ايام بتبقى هادية خالص، ان مفيش يعني ما بيبقاش في جيست، ما بيبقاش في حد كتير. بس نتمنى الفترة اللي جاية مع دعاية المول والدعاية اللي بيعملها المول بالكامل، وهم بصراحة بيشتغلوا على الحاجة ديت من قلبهم، بيبعتوا دايما مصورين وبيبعتوا دايما ناس. نتمنى طبعا ان المكان يبقى في اعلى واعلى يا رب. ونتمنى المول كله يكون شغال بشكل كويس جدا. وبصراحة احنا في مول الإدارة ناس محترمة جدا. احنا عندنا موجودة معانا شركة تانية بإدارة الأستاذ وحيد زويتر. احنا شركة زيرو براند ألماني كل لسه منتجات في بسكوت الشوكليت، وفي معمول، وفي عندي بسكوت بالطعم، في عندي دبل كاسترات، وفي عسلية بالاسبريسو، وانواع التركيش كوفي الفليفرات دي بنحاول ان احنا في بسكوت بالتمر بتاع شركتنا. تمام. يعني لسه بنحاول ناخد مكاننا في السوق. لا في عندنا فرع في ماكسيمول، تمام، وفي معانا مطعم بيت عزيز في التجمع الخامس. بيت عزيز؟ في التجمع الخامس، وهنا في العاصمة الإدارية. لسه بنبدأ فيه. انت شايف ايه في الفترة اللي انت قاعد فيها؟ يعني هو الدنيا لسه مفيش قوي، بس صبر وكل حاجة هتبقى تمام. احنا في مطعم برانش مانش. جماعة المكان بجد تحفة بجد. انا اول ما جيت اتصدمت من كتر جماله، مش عارفة اقول ايه. تحفة. حتى بص الحركة دي، بص اللقطة دي. اللي عايز يعرف الاسعار مش هقوله. بيقدموا سكرينات صح؟ اي حلو والله. دي العجوة يا جماعة. دي العجوة. 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 دي ال
طبعا ده ايه ده؟ ده الستريبس ده ولا طعمها حلو، طعمها حلو. الفراخ فريش ولا مجمدة؟ فريش. مش عارف. ما انا دقتها. تحفة. دي فراخ يا جماعة. ايه ده؟ ايه ده؟ لا. واو. بصوا الجمال. نقول بسم الله ويلا ندوق. لا خطيرة. تحفة. بجد عجبتني قوي. تسلم ايدك يا شيف، الاكل طعمه حلو. نعم. تسلم ايدك. جوسي، شكرا. اسمك ايه بقى؟ حبيبة. الله، اسم جميل قوي يا حبيبي. تعالي نعمل بيتزا نجيبها هنا، تعالي. يلا. شو؟ احلى بيتزا في الدنيا يا حبيبي. زي دي مش لاي حد غير حبيبي. ما تاكلهمش منها. ها؟ اوكي. دي البيتزا الايطالي، ميكس جبن. العجينة عاملة ازاي؟ بصوا حلوة. بصوا في اي حاجه مش عاجباكي؟ No. في الباستا، في البيتزا، نو فرايد تشيكن، نو. for everyday good. نبتدي ويلكم. ستريبس عاملة ازاي؟ ايه اخبار الستريبس؟ فظيع. فظيع. ده انا عمالة اكل فيها من الصبح. تضحك. لا بقى. انا نكتفي البيتزا خلاص. تحفة. باي. اشوفك تاني. ها؟ ان شاء الله. شرفيني في اي وقت، تحت امرك اي حاجه. اوكي. قويين متحمسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أفضل خلق. النهارده جايلكم فيديو جديد. احنا النهارده هنجرب مطعم تركان الأكيلة. عامل ايه يا بوبي؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ احنا بنعمل كبده وسجق. كبدة وسجق. كبده. احنا فرانشايز اسمه دكان الاكيله، عندنا 3 فروع. عندنا فرع في النزهه وعندنا فرع في سيد زينب، ده الاصل بتاعنا. وجينا هنا العاصمه عشان نغرق العاصمه كبده وسجق وبريانات. ان شاء الله. عندنا حواوشي ومعظم حاجاتنا احنا بنصنعها. عندنا السجقات بتاعتنا بنعملها بالحمنه. ما بنشتريش حاجه مشكله خالص، ما حدش يبقى قلقان. لان فكره الاورينتال فود ليها علاقه مع الناس اللي هي حاجات ضعيفه وبيجيبوا حاجات مجهوله المصدر. لا، احنا قررنا نعمل فرانشايز بانتاجنا بكل حاجه. بس ويا رب النجاح من عندنا ان شاء الله. ان شاء الله. هتاكلنا ايه بقى؟ اللي حضرتك محتاجه.
لا واحد 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 بقى. عينيا، واحد كبده وواحد كده. كده شكله صغنن، شكله صغنن قوي. يو اسمه لا تفحة. خليك هنا جنبي، خلي هنا عشان تابعوا معنا لآخر الفيديو انتوا تعرفوا أسعارها. تمام ماشي. لو ما صليتش على النبي صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ودوس لي متابعة عادي مش هتخسر حاجة. بتشوح ايه بقى على الجريل هنا بقى؟ الجريل هنا انا بعمل عليه حواوشي، وبعمل عليه حواوشي بس حواوشي، وبسوي عليه السجق عامة. تسوي لنا حاجة يعني بقى هنا تعالي. ده السجق المشوي بتاعنا. ده ايه ده؟ دي صوصات. غالبا بحب اديله بهار سموك. ده عشان ايه بقى؟ السموك ده عشان يعمل زي بالبلدي كده الناس اللي بتحب القعر الحله، الحاجه المدخنه الشيطه. محمر محمر. هو مش ديمي جلاس، لان الديمي جلاس ده لازم ينزل في المين كورس، لكن الاورينتال هو ابسط من كده بكتير. فلازم يبقى حاجات سموك كده اللي هي بتدي السنه بس، اللي هي قعر الحله زي ما بيقولوا. لسعة. بالظبط. بص شايف الاسمر ده اللي خالص، هي ده البهار بيعمل فيه كده، اللي هو بيديله اللسعه. لا ده اكل مزاج بقى. طبعا. انا في المجال ده من سنه انا بقالي بالظبط 18 سنه في الاورينتال فود. انا شايف سخن اصلا، بس دي اقرب حاجه لقلبي. يعني انا بروح لحتتي لان دي كانت اول علامي، لان انا عمي ابو رامي في السابع، فهم اصل الفاست فود كله، بالذات الحته بتاعت الاورينتال دي، الكبده والسجق والكلام ده. الحمد لله انا كنت ترينر فتره في معظم الشيفات اللي بابا عبده وزيزو بتوع المصريه، اللي طبعا اتشهروا بسبب فيلم عادل امام لما قال لك زيزو كده. فالحمد لله خارجين من تحت ايدي، يعني انا اللي معلمهم، والستاف اللي هناك معظمهم من تحت ايدي يعني. الحمد لله. خلى السجقايه تبقى تخينه ازاي؟ لان هي كده يعتبر اتدخنت. لا هدوها. ايوه كده. مثلا انا ما بعتمدش على البهارات كتير في السندوتشات او على الحاجه نفسها، لان انا يعني السجقايه نفسها من جوه فيها عشان الطعم بتاعها. بالظبط. يعني معظم الناس اللي حتى اللي بيقلق ياكل سندوتشات من بره، بالذات الكبده والسجق، عشان هم عليهم كلام كتير. فلو لقيت حاجه فيها بهار او كده ما تاكلش، يعني ما تاكلش. لكن لو البهارات خفيفه فتقدر تعرف اللي هي ايه، لا الحاجات نظيفه. لان البهارات الكتير دي بتبقى دايما بتداري حاجه في الماتيريال نفسها. انا سبايسي عشان انا الناس يعني هنا انا عامه بحب اعمل الاكل مش سبايسي قوي. بس الناس هنا هم اللي قالوا لي ايه، لا كبده وسجق انا لازم تبقى نار. فانا على حسب اللي بيطلب. كلام كده تعمل سبايسي بيضيع طعم الحاجه نفسها. بالظبط. لو انت عايز تضايق اللي قدامك تعمل كبده مثلا او تعمل سجق او الحاجات دي كلها، طبعا فهو مش هيدوقها في وسط الشطه او الحاجه اللي ايه الحراقه. طبعا انا معاك جدا. خليها بالطبق. انا مخليها بالطلب والله. يعني بس انا الاونر نفسه اللي قال لي يعني ايه، الناس هنا بتقول لك حط سبايسي شويه، عشان انا نفسي لما بروح اكل من اي مكان، انا برضو لما بروح اكل من اي مكان انا بزود الشطه فيه. منظر الباودر بتاع الديميجلاس بيعمل ايه السجقايه، خلاها فعلا زي كانها قعر الحل. فانت تقدر تدوق دلوقتي وتحكم بقى. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ابدأ. هو تحدي خلص. انا عندي ايتم مشوي بس هو اللي سبايسي قوي. ممكن نقول ايه الاخبار؟ السبايسي لابي كده الحته المحروقه دي اه جميله.
انا بسويه بره الستاندرد بتاعي. يعني انا ما عنديش فحم. اوريدي انا مشوي ازاي؟ لازم يبقى فيه حته اللسواعه. اللسواعه اللي انت عملتها الاخيره دي. مسكت سندوتش الكبده. ممكن تدوق ده بقى، بس ده سبايسي ده تقول مدخن. ده ستاندرد برضه. من اوائل الناس في مصر اللي عملوها. ده سبايسي ده. نار، لازم يبقى نار. لا ده الستاندرد بتاعه كده. اهو. الكحة ظهرت. سبايسي. لازم هو ده الستاندرد. لا انا ما اقدرش العب فيه ده. انت عارف انت ده لما تاكل ده ورا ده ما اقدرش اخلي ده من غير سبايسي. سبايسي ورا سبايسي. طبعا موت. بس انا ما اقدرش اخلي ده مش سبايسي. هو ستاندرد بتاعه كده. واحد. يعني هو العربيات او الناس دي بيعملوا مثلا الحوار اللي هو الثلاث سندوتشات ب 10 ليه؟ هما بيسووا الكبده بالبصل. بيعملوا انا بيسووا الكبده ببصل. اصلا الكبده طول ما هي في سيفن ديش ما ينفعش تحط عليها بصل. تبدا انت تاخد ميه بصل لما تتحط على عشان تسويه الجريل بتبقى عاليه، والكبده نفسها يعني بالبلدي كده عامله زي السفنجه، بتشرب وترمي الجوسنج بتاعها او ترمي كل التوابل اللي فيها. فصعب جدا ان انت تسويها على الجريل. دور عليه عشان هي الياف تنشف وتسود وبتاع. فميه البصل بتحميها. ميه بصل. ميه بصل. لكن ما ينفعش تبقى عليها بصل. استحاله. معظم الناس شغاله عشان كوميرشال شعبي. ويضرب بقى. بالظبط كوميرشال. كتير. عشان كده انا هبيع لك ب 3 جنيه. شفت اللمبي زمان كان بصل كتير فيلم عشان كده انا ببيع ب 3 جنيه. ما هي نسبه وتناسب. بس ايه؟ الاسكندراني اسكندراني. لا ما مش قادرة اكل خلاص. الكبده ايه رايك فيها؟ لا حلوة قوي. واخده بهار كتير ومش لا. اي حاجه كبده. لا طعمها حلو. طعمها حلو. نجرب بقى سندوتش السجق ده اسكندراني. هدوق سندوتش سجق اسكندراني. ندوق حته. لا. ادوق انا؟ كنا ما تقدمش سبايسي بقى المفروض يعني. سبايسي. سبايسي ولا نو؟ حلو ده. كل حاجة هنا حراقة. تسلم ايدك يا شيخ. امرك. طب انا هاكل. ولا ايه؟ لا انا ما انا هاكل حاجة. العيب الوحيد زي ما أنا قلت لك الشطه. الشطه حاضر نخافه. دي هتخليها بالطلب دي اهم حاجه والله. ده يا ريت الاونر كان موجود. يا ريت والله. خلاص كل ما تيجي العاصمه هتيجي تنوريني هنا. خلاص هستناكي. خلاص بس انا محتاجكم تيجوا تنورونا ان شاء الله. بعد كده في الاخر هنقول ايه يا صالح. ماما انا اتبسطت هناك. عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أفضل خلق. النهارده جايلكم فيديو جديد. احنا النهارده سيتي سنتر الماظة هنجرب أكل مختلف خالص. أكل من كارفور. اللي بيصليش على النبي يصلي على النبي ويعمل له متابعة مش هيخسر حاجة. عايشة مكنتش بقى عارفة أصور معاكم الفترة اللي فاتت ديت عشان كنت تعبانة وبرضه كنت معلقة محاليل. تابعونا لآخر الفيديو وأنا هقولكوا على الأسعار. تعالوا سيبوني هنا أنا بهيج هنا خلاص. بيتي وشقتي وكرسي وشاي يا حبيبي. تيتا تعالي زوريني هنا أو زوزو أو مامتينا وتعالوا زوروني هنا. ده بيتي والمطبخ. طب يلا شيلي بقى. طعم حلو عامل يا جدعان. أنا لسه باين. أخد هنا. أنا حياتي كلها هناك.
ده بيتي بقى يلا يلا مرجحني نرجعك ايه؟ مرجحني عشان السعر ده يعني ما ينفعش اخدها للاسف يا جماعه ده موسم السنه واحنا عايزين يوم ورا يوم ورا يوم عشان نجيب يا لهوي ده الدبدوب مات قولي لنا السلم الموسيقي يا بيبو. دو ري مي فاصوليا رز ابيض تاكل معايا؟ لا ماشي. اصل انا جوعانه فقلت فيلم الموسيقى دو ري مي فاصوليا رز ابيض. هنا الرز والبسله والفراخ طبعا بصوا حلوه ازاي ومستويه طبعا بجد حلوه قوي متحمسه اني ادوقها واشوف طعمها ايه. يلا ندوق ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لا بصراحه مش عجبتني بتاعت ماما احلى. ايوه كده تاني عشان ما حسيتش الآية. خد دقها. صراحة الفراخ أحسن من الرز. ثانية واحدة. واو بصوا 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 حلو. ده تركي مدخن وبيف فلفل الوان بصوا شكلها حلو ازاي. يلا ندوق. حلوة هي حلوة بس مالحة. ناخد الوجبة العظيمة الشهية بتاعتنا. طبعا ديت شيدر. واو بصوا شكلها حلو. حلوة تفحة تفحة تفحية. آخر قرار تفحة. آخر قرار تفحة. جينا بقى للعراقة والشقاية. سمبوسة رمضان. يلا ندوقها دي محشية جبنة. وحشة قوي وحشة. اللي في البيت أحسن بكتير. ده جلاش محشي جبنة. عجباني حلوة قوي يا جماعة بس أحسن من السمبوسة وحشة والرز بس في الآخر نقول سلام. تعالوا جربوا المطعم ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب ويا رب توصلوا الفيديو ده 100,000 لايك. سلام. المحل تفحة وخدت اللعبة دي وبتعمل جمباز كمان باليه بتلعب باليه كلبز بجنيه. لو ما صليتش على النبي صلي على النبي دوس لي متابعة عادي مش هتخسر حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أفضل خلق. النهارده جاي لكم فيديو جديد. احنا النهارده في مطعم كايرو جايز مصر الجديدة. شريته تابعوا الفيديو للآخر عشان تشوفوا الأسعار. واو بجد يا جماعة بينزل صوص. ناكل سندوتش باظظ.
بوزز بوزز. ده طبعا اسمه سندوتش بوزز خالص. بص ده، بص المنظر ده، بص دي قول لاصحابك. بص ايه ده ايه ده، الله اكبر الله اكبر. واو الجبنة سايحة يا ماي يا بابا يا بابا حاسي. طفحة. بصوا العيش حلو ازاي يا جماعة. هنا بيحطوا البرجر جوه الفطيرة ويقفلوا عليها. اوه ماي جاد واو. طبعا يا جماعة هنا بقى السندوتش كان بيبلبط في بقي بلبطيط. كان طعمه تحفة بجد وكان فيه مزيكا. دي وجبة الأطفال، دي وجبتي يا جماعة. تفحة بوتيتو النعنع. سمسم يا جماعة على فكرة بابلز. لما تيجوا تفتحوا السندوتش حطوه على البطاطس، في البطاطس تتملي صوص. اوبا جمدان. تفحة تفحة تفحية. فرايز وبيف بس الحجم صغير. بجد كان الطعم تحفة والمطعم كان كله حلو والديكور كان شكله حلو بجد وعجبني قوي. لايك واشتركوا في قناة حبيبة وفعلوا الجرس ووصلوا الفيديو ده ل100,000 ويا رب تجربوا المطعم هيعجبكم. سلام. اللي ما صلاش على النبي يصلي على النبي ويعمل لي متابعة ولايك مش هيخسر حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أفضل خلق. النهاردة جايلكم فيديو جديد. احنا النهاردة في مطعم شاورما كينج، تجربة جديدة خالص تحت كوبري المرجاني مصر الجديدة. اسمك ايه؟ عصام. عامل ايه؟ هو بيلحس في المصاصة بس. مع ايباد. بتشوفني على اليوتيوب؟ ايوه. وعلى الفيسبوك؟ انا شفتها في البيت. لو شفتها ولا بيقول شافني في البيت. سنانك هتسوس من كتر المصاصة. طبعا بصوا حاجات كتيرة، التومية ومخلل وطحينة. شاورما فراخ. حلوة حلوة. تفحة 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 بجد عجبتني قوي يا جماعة. دي شاورما فراخ عيش سوري يا جماعة. تفحة 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 حلوة قوي يا جماعة وبجد عجبتني. دي شاورما لحمة في العيش اللبناني. بسم الله الرحمن الرحيم. خطيرة. دي فتة شاورما واللحمة والرز.
شوية رز. طبعا تفاحة. حلوة. شوف. حلوة. طبعا تفاحة. ادوها بقى بالكاتشب والمايونيز. تفاحة. جت حلوة قوي وانا اتبسطت كتير قوي. لازم يا جماعة تيجوا تجربوا، وبجد المكان هيعجبكم. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشتركوا في قناة حبيبي وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو ده 100,000 لايك. سلام. طبعا ده هنا بقى نزلنا وخلاص، كلنا وعملنا وشربنا وهزرنا ولعبنا. طبعا كان في كات، بحب قوي الكات. طبعا كنا عمالين نمشيها بس هي سكرانة باينني عايزة تنام. كتير كيوت هذا الكات، نفسي اخدها معايا البيت والله، بس للأسف ماما بتخاف من القطط. بحب انا القطط يا جماعة. تيجي معايا على البيت يا كات، تيجي معايا على البيت يا بنت ردي. قلنا لها يا ست الحاج امشي لغايه الحمد لله لما ركبنا، وحد كده من الزباين كده من هناك مشوها. يا حد يعرف حد محتاج يكتب لنا في الكومنتات. محمد اللي احنا ناكل منه لازم غلابه، لازم شكله منه تمام. اقفل يا مصطفى. نزلت معاها شوية بتاعة تصلك كده طلطاية مليانة بالزعر. أنا هنا لقيت الطبطبة. هنا بقى مفيش طبطبة. لايك اشترك في قناتي وفعل الجرس توصل الفيديو ده 100,000 لايك. الله وسلام على سيدنا محمد وعلى أفضل الخلق الرجال الجديد. احنا النهارده في مطعم بابا الجون. دي بقى بيتزا سوبر بابا، ودي بيتزا تشيكن رايس، ودي بيتزا سكسي تشيز. يلا أول حاجة هنبدأ بصي يا جماعة، هي طبعا الجبنة بتاعتها حلوة. طعمها جميل. يا هنا بصوا فيها مشروم ولحمة. بص السجق يا جماعة، بص ده كده السجق، دي كده فطيرة رقيقة بس الأطراف مش محشية، بس طعمها جميل. قالوا بقى إن مثلا صوص الرمش لا طعمها جميل، ما تتسبش العجينة دي، البيتزا دي ما تتسبش. يلا على البيتزا تشيكن رانش. اوبا بس الجبنة بصوا يا جماعة
مش بتمط بس بص الجبنة عمل عجيب بس جبنة فنانة غدا بالشوربة وراح راضي نلاقي لها مدار جذبتك للجود على أبوس وحشة. هي حلوة شوية نص نص أو مش حلوة خالص. دي ما تتسابش، دي تتساب. يا ماما انت حطيتها برضه مش بتمط يا جماعة. ايه؟ بطل مش هيمط؟ الجبنة حلوة. حسوا ان انتوا بتاكلوا البسكويت اللي فيه ملح ده. حضرتك تركبي العربية يروح اليافا تسقسقي في اليافا لا بس جميلة. ايه مش تسقسق لا خالص يا عم. فكري والله بقى انا معاكي نصلي على النبي اللهم صل على النبي. كنت عاوزة أقول حاجة يا جماعة. تعالوا ندوق شوية من الكاتشب. يلا بقى يلا يلا خشي 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 بص. لا تمام الكاتشب جميل. تعالوا بقى ندوق بده صوص الرانش كده. تمام زي كاس الكولا بس جيلي. فين الجيلي؟ لا وحشة بالكاتشب بس هي اللي جبناها. ايه رايك بقى في المطعم بتاع نجم نعمل كده؟ صراحة حلوة. ايه اللي عجبك ايه ما عجبكيش؟ دي عجبتني، دي مش عجبتني، دي عجبتني بس البتاع اللي مع الصوص الرانش وحش. يا حد يعرف حد محتاج يكتب لنا في الكومنتات. النهارده احنا في مطعم فواز في جيراتون مصر الجديدة. دي طريقه التقديم بتاعتهم تمام. هم عاملين كذا وجبه حلوه. دي اول وجبه دي هو الطاجن ده الطاجن تمام. دي مكرونه فرن. احنا يعني انا دي كنت بعشقها وباكلها على طول. وانا برضه. طيب احنا هندوق الطاجن دي اول مره ندوقه. هندوق الطاجن ونروح ايه ناكله. هو معاه طبعا كاتشب ومايونيز. احنا هنجرب من غيرهم اول حاجه. تعالوا نشوف كده. سخنه بالراحه. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. ده عباره عن صبيط. واو واضح انها مخدومه كويس. طيب نجرب واحده ومعاها صبيط. بسم الله الرحمن الرحيم. ده مش صبيط دي كابوس. شوف كده شوف الجمبري. بص 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 المنظر ده. بص المنظر ده اهو جاي معانا في الكاميرا كده. بص 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 بص. واو حتى الان طعم الاكل حلو. ده الجمبري.
تفحة. وده برضه تفحة الجمبري. طعمه ايه؟ جميل قوي يا جماعة. طيب طعمه ايه؟ اشرحي لنا طيب. اوفر اوفر دوز. يعني قولي بقى. طب نجرب حاجة تانية. طب نجرب الكريب. قولي لي. أنا بنصح كل أصحابي يجوا ياكلوا في مطعم فواز. أكله طعمه جميل وتحفة. طيب نجرب حاجة تانية. نجرب حاجة تانية طيب. شوف الشريمبو طيب نجرب حاجة البروست. تانية. بس ستوب. في دلوقتي حاجة جديدة كده اختراع هم قالوا لنا عليها اسمها كريب. استني بقى اما نشوف الكريب ده ايه حكايته. كريب سي فود. ماشي ده كريب سي فود. تمام احنا هنفتح كده الكريب ده. هنفتح الكريب ونشوف الدنيا فيها ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بص المنظر ده. المنظر ده جاي في الكاميرا. ها؟ ده عبارة عن ايه بقى؟ ده مايونيز. ممكن شوكة مايونيز. ومعانا هنا ايه؟ ده شريمبو. شريمبو ده هتدوقني الشريمب. ويت. ومعاها صبيت. بص هو كله سي فود يا جماعه بس مقلي، يعني كله مقلي. سي فود مقلي. طيب نبتدي ندوق. اخد اول قطمه. اوكي. لسه مش جاي في اول قطمه. لسه قطمه تانيه. بعد اذنك. بص انا شايفه عادي، يعني هو سمك مقلي. سوري يعني جمبري وسي فود مقلي عادي. وبعدين الكاتشب طاغي عليها قوي. لا هو الكريب عادي. هو الكريب عادي خالص. نيجي بقى اللي بعديها اخر طبق هم وصفوا لنا ليه وقالوا لنا ده حلو. هم طبعا جايبين لنا معاه الصوص بتاعها. اوكي. طيب ده عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن بروست. هو بروست ايه بقى؟ بروست جمبري ومعاها طماطم وخيار وفلفل قصدي، ومعاها بوتيتو، معاها طبق رز، ومعاها 2 كايزر، ومعاها كلوسلو. في وجبة كده اسمها بروست. دي حاجة جديدة هم عاملينها. بروست جمبري. ده بروست الجمبري. هم يعني نتكلم تقريبا ربع كيلو. طب يلا بقى ندوقه ونشوف. ندوق الأول من غير المصلصة. طعمه ايه؟ زي الكريب مقلي برضه. حلو جدا. مقرمش جدا. والجمبري بلدي. لا حلو. لا يا جماعة ده أكتر. نغمسه بقى في الصوص. رائع. على رأي حبيبة تحفة. عبارة عن ايه؟ احنا كده قدمنا لكم كل الوجبات بتاعت فواز اللي هو الفاست فود اللي موجود تحت الكوبري.
الكوبري بتاع الصعقه، ده كوبري الصعقه. تمام. الاكل حلو جدا جدا. ربنا يوفقك. شكرا. حبيبي يا باشا. الحمد لله رب العالمين. عرفت بنفسك بقى بالمكان. حبيبي يا باشا، هنا طبعا ده فرع بحة حدائق القبة من مجموعة فروع بحة المصرية ان شاء الله. مش حاجة تقليد يعني. لا طبعا يا باشا. بقى لنا قد ايه في السوق احنا بقى لنا 100 سنة ان شاء الله. حبيبي يا باشا. وهنا في الحدائق. وهنا في الحدائق دي تاني سنة لينا ان شاء الله. ثالث سنة. ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا باشا. ايه حوار بقى الحوار اللي طلع بتاع الحاج ميمي ده؟ دي كانت اشاعه طبعا، والراجل جه اعتذر طبعا، كان مجرد حاجه كوميديا كده بيعملوها على التيك توك، والحمد لله جه وكذب الكلام وما كانش حقيقه. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الاكل اللي عندنا كله الاكل اللي عندنا كله يا باشا بلدي من مجازرنا، وطبعا انت اكلت عندنا وانت اللي تقول لنا ايه رايك في اكلنا. لا انا اكلت كتير. شهادتي هتبقى مجروحه. لا دي شهاده حق. انت النهارده ايه رايك في الفطار عندنا في رمضان؟ النهارده بس انا على طول هنا، مش عارف انت بتشوفني ولا لا، بس انا موجود هنا. حبيبي انت منورني يا باشا. واحمد هتلاقيه عارفني على طول هنا. حبيبي يا باشا، ده مكانك يا اتفرج باشا. على الاكل كويس. اتفرج يا باشا. كلنا كده حاجه. ده الممبار بتاعنا، ممبار بلدي، ودي الفشه بلدي، ودوت لسان، وديت كفته، والكبده، وديت الطلبات المشكله. وجوه طبعا المطبخ بتاعنا، واحنا عاملين المطبخ بتاعنا في الصاله طبعا للجست بتاعنا يشوف الاكل قدام عينيه وهو بيتعمل طبعا. اسعارنا ايه بقى يا حاج؟ اسعارنا اقل اسعار اكل في السوق النهارده ان شاء الله. ولو حد معهوش فلوس وعايز ياكل يا باشا ده مكان مفتوح. احنا اول ما فتحنا المكان ده قلنا الطوق ده فيه قضاء حوائج الناس، اللي محتاج واللي معهوش فلوس واي حد جعان يخش ياكل. طبعا ده هو كله لله. كله لله. الحمد لله. ولله ما بيكذبش. طبعا امال ايه؟ من كان لله ده ما متصل ان شاء الله، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فاحنا طبعا كله لله، واحنا في شهر كريم وبنرحب باللي معاه واللي معهوش، واللي معهوش بنستقبله احسن من اللي معاه كمان. يا رب دايما. حبيبي يا باشا. تحب تقول ايه للناس؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. مش عايز الناس تزورك؟ تنورونا يا باشا، ده مكان مفتوح لاي حد. حبيبي يا باشا كل سنه وانت طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أفضل خلق النار. جايلكم جديد. احنا النهارده عند بحة بتاع المصرية في حدايق القبة. شفت صعب ازاي؟ شفت طمطم بقى شعرها ازرق ازاي؟ عامله ايه طمطم؟ صبغولك شعرك ازرق ولا ايه؟ ده انا اللي كنت عايزه اصبغ شعري ازرق. ده احنا هنتفرج على احلى رامز في المطعم. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وبك امنت وعليك توكلت. هاتي هنا ماما. اول حاجه هدوق الطحينه. لا صراحه تفحم. الطحينة مع العيش تفحم. دي فتة. الفتة ريحتها متغيرة أوي. حلو. تفحم معمولة بطريقة تانية تاني. مدياها طعم كده خطير. طب انا عايزه ادوق فيها. بسم الله. صراحة طعمها حلوة. دي شوربة الكوارع وطعمها تفحم. انا هنك في دول. ده طاجن ايه ده
عكاوي دايبة. ممكن نغمسها بالطحينة، أنا كنت رايحة أغمسها بالشوربة. بسم الله. الطحينة مش عاجباني، ذوقها حاف. أحلى يعني ده الطبق المشكل بتاع بحر. إن شاء الله الممبار تحتيه كفتة وطحام. أول حاجة نبدأ بالكفتة. كفتة بتاع البحر متغيرة خالص، طعمها أحلى. كفتة ومتغيرة خالص. بحر بيعمل حاجات حلوة وبطريقة تانية جميلة جدا. ده الممبار. بصراحة طعمها حلو قوي. ده طحان دي فشة. ده الطحان. حلو. طعمها حلو. دي اللحمة بصراحة طعمها تحفة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. تعالوا جربوا عند بحر الأكل، بصراحة هيعجبكم.